والبان وبيض وكل الحساسيات تقريبا. ينفع بديل للتورتيلا وعيش الصاج والكريب ووصفات كتير قوي ممكن تستخدموه فيه. المكون الاساسي كوبايه من الرز المصري المغسول كويس ومنقوع لمده 5 ساعات على الاقل. هنصفيه وبعد كده نحطه في الخلاط وعليه بطاطسايه كبيره سلقتها وقشرتها وقطعتها بالشكل ده. بعد كده ضفت معلقتين من زيت الزيتون وملح وتوم بودره وبصل بودره. بزود بقى ميه بالتدريج، ما بحسبهاش بصراحه علشان ايه، يا دوب كده تغطي الحاجات ونقدر نضربها في الخلاط، وما تزودوش الميه عشان ما يطلعش العيش معجن معاكم. وده بيكون شكل الخليط بعد ما اتضرب كويس في الخلاط. هنسخن بقى طاسه تكون ما بتلزقش ونمسحها بمسحه من الزيت. وبعد كده هننزل بجزء من الخليط وهنبدأ نوزعه بالسباتيولا بالشكل ده، بحيث ان احنا نفرد العجينة تكون طبقة رقيقة على قد ما نقدر. بنسيبه شوية على نار هادية وبعد كده نبتدي نقلبه على الوش التاني، ومع تالت قلبة بنبتدي نضغط بالسباتيولا او بالمنديل كده بحيث ان الرغيف ينفخ معانا زي ما انتم شايفين. لو حابين تستخدموه في وصفات الكريب الحادق اعملوا الرغيف اكبر شوية. انا طلع معايا تقريبا 9 ارغفة حجمهم متوسط. استخدمتهم النهاردة في الغدا مع لحمة مفرومة، وصفة كده ما بين الحواوشي والعرايس والتاكوز، حاجة كده خطيرة. هشارككم طريقتها في الفيديو الجاي. متنسوش تحفظوا الفيديو عندكم علشان هنستخدمه في وصفات كتير جاية.